جاير أندرسون باشا هو ضابط إنجليزي درس كلية الطب بلندن وعين بالقسم الطبي بالجيش الإنجليزي سنة 1904، ثم انتقل إلى خدمة الجيش الإنجليزي بمصر سنة 1907. في عام 1935 تقدم جاير أندرسون إلى لجنة حفظ الآثار العربية لكي يسكن في البيتين وأن يقوم بتأسيسهما على الطراز الإسلامي العربي، ويعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية فرعونية وإسلامية، على أن يصبح هذا الأثاث ومجموعته من الآثار ملكا للشعب المصري بعد وفاته أو حين يغادر مصر نهائيا. فوافقت اللجنة، وبعد أن غادر أندرسون المنزل عام 1942 نفذت الوصية وضم البيتين وما فيهما إلى مصلحة الآثار العربية التي جعلت منهما متحف باسم جاير أندرسون أو الموجود حاليا في القاهرة. يتكون البيت من منزلين يرجعان للعصر العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي، وتم دمجهم في منزل واحد. المنزل الأول أنشأه المعلم عبد القادر الحداد سنة 947 هجري و1545 ميلادي. انتقلت ملكيته إلى السيدة آمينة بنت سالم. والمنزل الثاني أنشأه الحاج محمد بن سالم ابن جلمام الجزار سنة 1041 هجري و1631 ميلادي. وتعاقبت الأسرة على تسكينه حتى سكنته سيدة من جزيرة كريت، فعرف أيضا المنزل ببيت الكترلية نسبة إليها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب الفيديو يكون نال إعجابكم. كان معكم إعلاميكم سيف فرج، وانتظرونا في حلقات جديدة إن شاء الله. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.